بالعراق في 4/4/1939 حصلت حادثة وفاة جعلت الجماهير تخرج وتتهم الإنجليز بهذه الحادثة، بل إن الجماهير بالموصل حاصرت القنصلية البريطانية. فلما خرج القنصل البريطاني لتهدئتهم هجم عليه أحد المتظاهرين بفاس فضرب رأسه فأرداه قتيل. وتم توزيع المنشورات بين أفراد الشعب العراقي تنديدا بها المؤامرة. ولكن من الميت؟ شنو السالفة؟ وما هي الحادثة؟ هذه الحادثة هي حادثة وفاة الملك غازي الأول اللي حكم العراق 6 سنوات ومات في حادث سيارة في أحد المنحنيات القريبة من قصره. ثارت الأقاويل بأنها الحادث عبارة عن عملية اغتيال، ومما زاد الشكوك لدى الناس هي أن مرافقه وخادمه الخاص عبد سعيد كان معه بالسيارة واختفى بعد الحادث لا أثر له، إلا أنه كان من المعروف أن من عادة الملك الشاب قيادة السيارة بسرعة فائقة. وتفاصيل الحادث تبين أن سيارة الملك المكشوفة، سيارته كشف بدون غمارة، انحرفت في منعطف، في لفة جاية كذي منعطف الطريق، فانحرفت وارتطمت بعمود الإنارة اللي هو الشبة، فسقط العمود على رأسه فكانت ضربة قاتلة. وثارت الجماهير نفس ما قلت لكم وخرجوا بمظاهرات وهم يصرخون الله أكبر يا عرب، غازي انفقد من داره، واهتزت أركان السماء من صدمة السيارة. وقد عرف عن الملك غازي أن تولى الملك بسن 21 سنة، فلما توفى لم يكن يتجاوز 28 سنة. وقد أنشأ في قصره إذاعة أو محطة إذاعية سميت إذاعة قصر الزهور. أهلا بكم في إذاعة قصر الزهور من بغداد. في بدايتها كانت تبث أغاني وأخبار وروايات عالمية وما كان لها أي طابع سياسي. بعدين انحرفت عن المسار اللي كانت عليه وبدأت ادعاءات باطلة تصدر من هذه الإذاعة من الملك غازي تجاه دولة الكويت، فصارت إذاعة قصر الزهور مصدر إزعاج وقلق للكويت، الأمر اللي أدى لتوتر العلاقات بين البلدين. نرجع لحكاية موت الملك، نعود لحكاية موت الملك، هل هي عملية اغتيال مدبرة؟ لم يستطيع أحد إثبات ذلك. يقول التاريخ إن محمود الدفتري وزير العدلية العراقي في ذاك الوقت قال إنه لا يعتقد وجود جريمة، فقد خرج غازي من قصره ثملا وساق سيارته في منحدر بسرعة جنونية فارتطمت بعمود كهربائي اللي هو الشبة وقضى نحبه من فوره نفس الوقت. وتلك الملابسات لا يمكن ترتيبها سلفا.